والمستعدات دخلنا معه وأغلق الباب. حاجة صعبة. العذارى الجاهلات ذهبنا ليبتعنا لهن زيتا. مين اللي هيبيع لكم زيت؟ ما خلصت الحكاية. ده في نص الليل، حتى بعد نص الليل ما فيش دكاكين مفتوحة تشتروا منهن زيت، ما فيش. والبايع هو ربنا، البايع هو ربنا. صحيوا وابتدوا يدوروا على الزيت في غير موسم، زي بذار تزرع في غير موسمها. الزراعة الشتوية بتكون في شهر هاتور. هاتور ده بيكون في نوفمبر، يعني اللي جاي الشهر الجاي ده. والمثل يقول إن فاتك هاتور استنى لما السنة تدور. يعني خلاص يبقى السنة راحت عليك، مش هتقدر تزرع تاني. لكن عند ربنا إن فاتك هاتور يبقى لن ترى النور، راح. يجي واحد يقول طب أنا استنى بلاش هاتور وأفضل قاعد لطوبة وكيهك وإنشير وابتدي أزرع القمح بتاعي. والله الحنون العطوف الذي لا يشاء موت الخاطئ يبقى يقبل الزرع بتاعي؟ لا يا حبيبي، لكل شيء تحت السماوات وقت، وللتوبة وقت، وللحصول على الزيت وقت، وللاستعداد وقت. والعذارى الجاهلات ضاع منهم الوقت. بيقول وأغلق الباب. أغلق باب التوبة، ما فيش توبة بعد الموت. أغلق باب الرجاء، ما فيش رجاء لخاطئ مات من غير توبة. أغلقت فرص الاستعداد، انتهت. أغلق باب الملكوت، لا دخول ولا خروج. ما يجيش واحد يقول الآباء الرسل بيوعظوا الناس. يوعظوا الناس ايه يا حبيبي؟ وبعد ما يموت يبقى فيه وعظ، يوعظوا ازاي؟ ما خلاص راحت عليه. وأغلق الباب. أغلق الباب، وربنا يغلق ولا أحد يفتح، زي ما بيفتح ولا أحد يغلق. كان الباب مفتوحا أثناء الحياة. كان الباب مفتوح أمام داوود أخطأ وتاب، أمام أغسطينوس أخطأ وتاب، أمام موسى الأسود أخطأ وتاب، أمام مريم القبطية، أمام فيلاجيا. كان الباب مفتوح. لكن بعد الموت أغلق الباب. بس أنت ما تعرفش الموت هيجي إمتى. كان الباب مفتوح، دخل منه الأمم وآمنوا، ودخل شاول الطرسوسي وآمن وبقى قائد. لكن بعد كلمة أغلق الباب يبقى انتهت. ما دام الباب مفتوح يبقى قصادك فرصة. لا تنتظر مثل العذارى الجاهلات لغاية لما يغلق الباب وبعدين تجري تدور على زيت. تدور على زيت ايه؟ ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة. وهؤلاء الجاهلات ضيعنا أعمارهن، وضيعنا أبديتهن، وضيعنا كل الفرص التي كانت متاحة لهن. وبعدين سمعوا عبارة عجيبة: الحق أقول لكن إني لا أعرفكن. هذا صعب. مين يقدر يحتمل كلمة زي دي؟ ربنا يقول له روح، روح، أنا ما أعرفكش، مش عايز أشوف وشك، ما أعرفكش. يقول الذي ينكرني أنكره، أنكره قدام أبي، قدام ملائكة الله. ما أعرفوش، ما أعرفوش، يعني لا يستحق معرفتي، لا يستحق معرفتي له. لا أعرفه كابن، ولا أعرفه كمؤمن، ولا أعرفه كأحد خرافي، ولا أعرفه كأحد خدامي. ما أعرفوش، ما شفتوش.
مثل صعب نكتفي بكده. اتفضلوا.